السلام عليكم. في التحديث الجديد في الأونر طبعا كان في الميزة هذه موجودة، بس أنا ما انتبهت لها الآن. طبعا الميزة إيش هي؟ الميزة إنه عندنا هنا الترجمة الذكية. طبعا الترجمة الذكية هذه تدعم محادثة مباشرة، يعني تستطيع تتكلم أي شخص قدامك، تختار أي لغة طبعا وتتكلم معه مباشرة، ما تحتاج إنك تدخل الكلمات في جوجل وتترجمها ولا شيء. هذا التطبيق يترجم لك مباشرة. انه يترجم مباشرة، انا استخدمه للترجمة المباشرة، يعني لما تكون عندي محاضرة طويلة او حاجة طويلة كلام كثير، يعني انا ممكن ما افهم واتلخبط فيه ولا شيء، لان اللغة عندي ما هي ممتازة جدا. بس انا استخدم هذه الترجمة الفورية، تترجم لي النصوص الطويلة زي محاضرات وحاجات زي كذا. دعوني اوريكم كيف. هنا اذا دخلت عليه كذا، هذا هو. هذا عندي ايش؟ الترجمة الفورية. بختار اللغة عربي والانجليزي. هنا تتحدث وتتكلم. طبعا عندي هذا الخيار الأول. من هنا استطيع اغير، يا اما دردشة اخليها دردشة كذا، تدردش معه. اختار اللغة طبعا واتكلم معه، انا اتكلم وهو يتكلم، تجي مباشرة هنا. طبعا حتى المحادثة تستطيع نطقها. بعدين عندي هنا مترجم فوري. هذا المترجم الفوري اللي مثلا اسمع المحاضرة وهو يكتبها لي هنا بالعربي. بعدين الخيارات هنا عندي كما تشاهدون، اذا دخلت عليها في عندي بعدين حفظ، وفي عندي زي كذا. هنا كما تشاهدون انا حاليا بضغط بدء من هنا واقوم بترجمة محاضرة او حاجة زي كذا. Down to Florida and visited Harry Potter World. And the reason that I am was sorted by my students into Slytherin is also because I teach Python. And Python is like a snake. And so if you think about the people from Slytherin, they are capable of talking to snakes. And the class that we were doing the sorting was a Python class. And so it sort of made perfect sense that you would have to be in Slytherin if you were the Python teacher. And of course, your name is Charles Severance, and then that sounds kind of like Severus Snape. And so I just accepted that I'm in Slytherin, okay? So you all can be in Gryffindor, but I can't. I'm in Slytherin. So I'm the bad guy. طبعا يتظهر لي عندي هنا بالعربي بالانجليزي. من هنا استطيع اخليه سطر واحد فقط عربي فقط، وكذا اخليها عربي والانجليزي. اذا اردتها عربي فقط بس بخليها كذا، تظهر عندي بالعربي كامل هنا، عشان استطيع بعد النسخ النص هذا ولا حفظه وترجمته في مكان ثاني لاتاكد من الترجمة. هنا عندي كما تشاهدون خلاص الان كذا مكتوب عندي بالعربي، فقط اكمل هو يكمل معي مباشرة من محل ما Because I'm اتوقف. going to teach you the language that we Pythonistas talk. It was invented about over 20 years ago by a fellow named Guido van Rossum. And away we go. Now, even though I'm using this whole snake Slytherin thing, it turns out that Python was not at all named for Harry Potter because Python was invented, almost 2 decades before Harry Potter. خلاص بعد ما اغلق الترجمة من هنا عندي خيار حفظ كما تشاهدون، حفظ كملف في الملاحظات. هذا عندي الملف الترجمة الذكية مترجم فوري 23 أكتوبر هذا التاريخ. طبعا من هنا استطيع تعديل الاسم. اذا كنت مثلا بختار مثلا بكتب هنا اي حاجة، امسح هذا واكتب اي حاجة، واكتب اذا اردت تاريخ، بعدين اعمل حفظ هنا. هنا عندي في الدردشة كما تشاهدون، بس اختار من هنا. هو يتعرف على الصوت، يتعرف على الصوت مباشرة ويترجمه يا اما بالعربي ولا بالانجليزي. Here I have it in the chat as you can see, but I choose from here. It recognizes the voice. It recognizes the voice directly and translates it either into Arabic or into English. Okay, thanks. حسناً، شكراً لك. Nice to meet you. سعيد بلقائك. Goodbye. نعم، دبي. Goodbye. I say goodbye. وداعاً، أقول وداعاً.